الله عز وجل قال في كتابه وقليل من عبادي الشكور. قليل من يشكر ربه على نعمه التي أنعم الله عليها من سمع وبصر ويدين ورجلين وقلبا وفؤادا ورئتين ونفسا وروحا وكل شيء فهو له، فأنت ليس لك شيء، فلا تملك لنفسك نفعا، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أريد أن أسألك سؤالا، من أنت؟ هذا سؤال هو الشيء. أعلم بأنك عبد الله، أعلم بأنك إنسان، أعلم بأنك آدمي، أعلم بأنك خلقك الله من عدم، خلقك إنسان، خلقك الله بشريا، ولكنك من أنت؟ لم تدرك الحقيقة بعد. عندما تعلم من أنت سوف تتبين لك الحقيقة. الدنيا تعلم بأنها فانية لا تساوي عند الله جناح بعوضة. عبد مملوك لله، خلقك من عدم، لم تكن شيئا مذكورا، ولكنك من أنت ومن أنت من الإنس والجن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بالسلطان. وما سلطانكم يا معشر الجن والإنس؟ ما سلطانكم؟ من كان لديه سلطان فليأتيني بسلطانه بينا. من أنتم ومن أنا ما نحن إلا عباد الرحمن، نمشي فوق الأرض ونذكر الناس بأيامه لعلهم يعقلون، لعلهم يسمعون، لعلهم يرشدون، ولكنهم قوم لا يفقهون. أحبوا الدنيا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حب الدنيا أعمى قلوبكم، قلوبكم غلف، قلوبكم غلف.